شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. أعمال مكة. نحييكم أيها المشاهدون الكرام من المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة، ونتمنى لكم التوفيق لزيارة هذا المكان المقدس. فقد جئنا بعد أعمال منى إلى المسجد الحرام لأداء بعض الأعمال التي تعرف بأعمال مكة، وهي طواف الحج وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته. إننا أتينا بالطواف 3 مرات في مجموع الأعمال التي قمنا بها، فكان لدينا طواف عمرة التمتع، وطواف حج التمتع، وطواف النساء، وصلينا صلاة طواف العمرة والحج والنساء. والفرق بينها في أمور: أولا النية، فالطواف الأول وصلاته نيتهما طواف عمرة التمتع وصلاته، ونية الثاني طواف الحج وصلاته، ونية الثالث طواف النساء وصلاته أيضا. ثانيا يؤتى بطواف العمرة وصلاته بإحرام الحج، ولا يشترط في طواف الحج والنساء وصلاتيهما لبس ثوبي الإحرام، بل يحرم بملابسه الخاصة، لأنه بعد الحلق أو التقصير قد حل الإحرام، فيأتي ببقية الأعمال من الطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وصلاته بثوبه المعتاد، بشرط طهارته في الطواف، وأن يدور حول البيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، وأن يكون كتفه الأيسر باتجاه الكعبة، وأن لا يدخل حجر إسماعيل. إن هذا الطواف لا يختلف عن طواف العمرة وصلاته كما مر إلا في النية، ويسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، ثم يأتي بطواف النساء وصلاته. وهناك أحكام ترتبط بهذا العمل نوضحها لكم. وقت أداء هذه الأعمال بعد يوم عيد الأضحى في منى، فإذا تم رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير أمكن الإتيان بهذه الأعمال. وهناك فرصة تمتد إلى آخر ذي الحجة على المشهور من فتوى أكثر العلماء. ما لم تنتهي تبقى أمور أخرى على حرمتها في الإحرام، فالحلق يحلل لنا ما حرم بسبب الإحرام، كالنظر في المرآة وإزالة الشعر والاستظلال للرجال وأمثالها، إلا أن محرمات أخرى تبقى على حرمتها، كاستعمال الرياحين والعطور وما بين الزوجين بشهوة. فإذا طفنا طواف الحج وصلينا صلاته وسعينا بين الصفا والمروة حلت هذه المحرمات، ما عدا حرمة الزوجين أحدهما على الآخر، فإنها تستمر حتى يؤدى طواف النساء وصلاته. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الأمر هي أن طواف الحج وصلاته يجب أن يتعاقب، ولا إشكال في فصل السعي بين الصفا والمروة، بشرط أن لا يتعدى شهر ذي الحجة. ومن الأحكام أن طواف النساء وصلاته لا يختصان بالرجال، بل يشملان النساء أيضا، فلا يحل الرجل على أهله ولا تحل أهله عليه حتى يؤدي ذلك الطواف، طواف النساء وصلاته، حتى الفتاة والفتاة. إذا لم يطوفاه ولم يصليا صلاته لا يمكنهما الزواج، فأداؤه إذن لا بد منه.
کارهایی که به سبب احرام حرام شده بود، نه کارهایی که قبلا هم حرام بوده، مثلا دروغ گفتن، ناسزا گفتن، اینا قبلا هم حرام بوده. کارهایی که به سبب احرام حرام شده بود، مثل نگاه در آینه، مثل دویدن موعد بدن، مثل زیر سایه رفتن برای مردان و امثال اینها، با حمل یا تأثیر در روزه عید قربان اینا حلال میشوند. فقط میمونه وإذا عاد الحاج يوم العاشر إلى منى بعد أداء أعمال مكة كان عليه المبيت ليلة 11 و12 بمنى ورمي الجمرات يوم 11 و12 وينتهي حجه. زن و مرد همچنان در هم حرام هستند تا طواف نساء و نماز طواف نساء هم انجام بشود. این یک مسئله. مسئله دوم این است که طواف به حج و نمازش باید پشت سر هم باشه، فاصله چندانی نباید بشه، به جوری که بگن بعد از طواف نمازش هم انجام شد. اما فاصله نماز طواف و سعی بین صفا و مروه اشکالی نداره، فقط فرمودن برای روز بعد نگذارن. یعنی اگر مثلا امروز یا مثلا امشب آمد طواف حج و نمازش رو انجام داد، سعی بین صفا و مروه رو هم انجام بده، حالا 1 ساعت 2 ساعت هم فاصله شد اشکالی نداره، برای روز بعد نگذاره. اما اگر نتونست انجام بده، ومن خرج من منى بعد رمي جمرات 11 إلى مكة المكرمة لإتيان أعمالها وعاد إلى منى للمبيت فيها ورمي جمرات 12 تم حجه. وأما إذا أخر أعمال مكة عن أعمال منى، فإذا دخل وقت أذان الظهر من اليوم 12 توجه إلى مكة، فإذا طاف طواف النساء وصلى صلاته انتهى حجه. ولی تا زمانی که طواف نساء و نمازش رو انجام نداده است، همچنان زن و مرد در هم حرام هستند تا اینکه طواف نساء و نمازش هم انجام بشود. مسئله دیگر در خصوص طواف نساء و نمازش هست. طواف نساء و نماز طواف نساء اختصاصی به مردان نداره، خانم ها هم باید انجام بدن، به همین نیت هم انجام میدن طواف نساء. و تا زمانی که اونا هم طواف نساء و نماز طواف نساء انجام ندادن، بر هم حرام هستن. حتی اگر دختر خانمی، آقا پسری، نوجوانی هم طواف نساء و نماز طواف نساء این اعمال را انجام داد، طواف نساء و نماز طواف نساء انجام نداده است، نمیتونه ازدواج کند. یعنی طواف نساء و نماز طواف نساء بر اونها هم لازم هست، یعنی باید انجام بدهند. این هم در خصوص طواف نساء و نماز طواف نساء. خب با انجام این مجموعه اعمال اگر روز مثلا 10 انجام شد، خب باید برگردن به منی، شب 11 بیتوته کنن، روز 11 و روز 12 رمی جمرات انجام بدن، شب 12 در منی بیتوته کنن. اگر روز 11 انجام شد، باز برمیگردن شب 12 رو در منی میمونن، روز 12 هم رمی جمرات. اگر بعد از منی، یعنی بعد از روز 12 که دیگه اون اعمال تمام شده بود، آمدن این اعمال را انجام دادن، دیگه با طواف نساء و نماز طواف نساء مجموعه اعمال حج تمتع هم به پایان میرسد. که حالا اگر بخوایم یک سیر اجمالی داشته باشیم، ما در مکه روز 8 یا شب 9 یا صبح روز 9 ذوالحجه محرم شدیم به احرام حج، رفتیم عرفات، روز عرفه روز 9 وخلاصة القول هي أننا أحرمنا لحج التمتع من مكة المكرمة في اليوم 8 أو في ليلة 9 أو في صباحه، وتوجهنا إلى عرفة، وبقينا هناك من الزوال إلى الغروب، وقضينا ليلتنا في المشعر الحرام، وذهبنا يوم العيد صباحا إلى منى، فرمينا جمرة العقبة وذبحنا وحلقنا أو قصرنا، ثم بتنا ليلة 11 و12 في منى، وبقينا هناك حتى منتصف الليل بنية المبيت، ورمينا الجمرات 3 يوم 11 و12، ثم جئنا بطواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وصلاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك